لو مسكت خريطة العالم وبصيت على القارات، هتلاحظ إن كل قارة فيهم كأنها جزيرة ضخمة منفصلة عن التانية، ما عدا قارة واحدة بس واللي هنعرف قصتها بعد شوية. بص مثلا قارة أستراليا، حتة يابسة لوحدها مرمية في نص المحيط، معزولة ومحدش له دعوة بيها. القارة القطبية الجنوبية نفس الكلام، قارة لوحدها في الآخر خالص. أفريقيا، البحر الأحمر يفصلها من هنا والبحر المتوسط من هنا، حدود واضحة ومعروفة. وأمريكا الشمالية والجنوبية، رغم إن شكلهم على الخريطة يوحي أنهم كتلة واحدة، إلا أن الواقع بيقول غير كده. هناك عشرات الأنهار والمسطحات الطبيعية اللي بتفصل بينهم في منطقة أمريكا الوسطى، زي نهر أتراتو في كولومبيا وفروعه، وطبعا قناة بنما. كل ده منطقي، قارات منفصلة بحدود طبيعية واضحة. لكن كل ده كوم، وقارتي أوروبا وآسيا كوم تاني خالص. الاتنين لازقين في بعض حرفيا، لا بحر لا محيط لا حتى خندق صغير يفصل بينهم. اليابسة سايحة على بعضها كأنها قطعة واحدة. ومع ذلك الناس بتقولك دي قارة أوروبا ودي قارة آسيا، وكأنك بتقسم نفس الأوضة لنصين وتقول ده أوض وده أوض تاني. قبل ما نجاوب على السؤال ليه أوروبا وآسيا متقسمين، لازم نفهم الأول يعني إيه كلمة قارة أصلاً. الحقيقة إن كلمة قارة كلمة فضفاضة جداً، مفيش تعريف واحد ثابت. لو بحثت في جوجل هتلاقي تعريفات عامة من نوع كتلة كبيرة من اليابسة. طب هي مساحتها قد إيه؟ حدودها فين؟ شروطها إيه؟ مفيش إجابة واحدة. ولو قلبت الكتب والمراجع هتلاقي إن العلماء عبر العصور كل واحد حط تعريف من دماغه، وبالتالي ظهرت تقسيمات مختلفة تماماً للقارات حسب الثقافة وحسب الجغرافيا وحسب التاريخ. لو رجعنا بقى للشعوب القديمة هنلاقي موضوع مثير جداً. كل حضارة كانت مقتنعة إنها مركز العالم، وإن باقي الشعوب عايشة في قارات أقل قيمة. الصينيين مثلاً كانوا معتقدين إنهم في القارة المقدسة. الهنود كانوا شايفين نفسهم في قارة الهند الكبرى. اليونانيين دول بقى حكاية لوحدهم. المؤرخ اليوناني هيرودوت في القرن الخامس قبل الميلاد قال إن المنطقة اللي فيها اليونان اسمها قارة أوروبا، والأرض اللي على يمين نهر ريوني اسمها قارة آسيا. طب جبت الكلام ده منين يا عم هيرودوت؟ هل في دليل؟ هل في حدود طبيعية؟ قال لك لأ، دي كده اجتهاد شخصي. ومش هو لوحده، مفكرين يونانيين كتير قالوا نفس الكلام. والسبب الحقيقي غالباً إنهم كانوا عايزين يميزوا نفسهم ثقافياً وحضارياً عن الفرس اللي كانت بينهم حروب وعداوات وقتها. فاليوناني قال إحنا أوروبا وهم آسيا. ومع مرور الزمن الأوروبيين باعتبارهم امتداد لثقافة اليونان ورثوا نفس التقسيم، وقالوا إحنا قارة لوحدنا وإحنا الأفضل وناس تانية تبقى آسيا. وكمان زودوا الحكاية وقالوا إحنا ثقافتنا غير ثقافتهم، لغتنا مختلفة، دياناتنا مختلفة، حتى شكلنا مختلف. اللغات الأوروبية رومانسي، جرماني، هم عندهم هندي، صيني، فارسي. إحنا ملامحنا مختلفة، هم شكل تاني. إذن إحنا قارة. ولما حد يسألهم فين الحد الطبيعي اللي يفصل بينكم، يقولوا جبال الأورال، سلسلة جبال طولها حوالي 2400 كيلومتر. طيب هل الكلام ده منطقي؟ الإجابة ببساطة لأ. ليه؟ لأن الجبال الأورال تعتبر حد بين قارتين. يبقى لازم جبال روكي في أمريكا اللي بتمتد ل 4800 كيلومتر تقسم أمريكا الشمالية نصين. بس ده ما بيحصلش. مفيش حد قال يمين الروكي قارة وشمالها قارة. يبقى الجبال ملهاش علاقة بتقسيم القارات. وبرضه الثقافات واللغات والديانات ملاش علاقة. أفريقيا مثلا فيها مئات اللغات والديانات والثقافات، ومحدش قال نقسمها نصين. إذن لحد دلوقتي أوروبا وآسيا مفروض يبقوا قارة واحدة. وعلشان كده جغرافيين كتير بيستخدموا مصطلح قارة أوراسيا. المفاجأة بقى إن في تقسيمات تانية للقارات، وبعضها بيدرسوا مدارس في دول مختلفة، ولا تقسيمة واحدة منهم بتعتبر أوروبا قارة مستقلة. في تقسيمة بتعتمد على المسطحات المائية فاصلة. التقسيمة دي بتقول
إن القارة لازم يفصلها عن غيرها مسطحات طبيعية ضخمة، وبالتالي أوروبا وآسيا قارة واحدة. وفي التقسيمة دي العالم 6 قارات بس. وفي رأي تاني بيقول طالما قناة بنما من صنع البشر يبقى أمريكا الشمالية والجنوبية قارة واحدة، وبرضه قناة السويس من صنع البشر في آسيا وأفريقيا وأوروبا قارة واحدة اسمها أورافراسيا، والعالم كله يبقى 4 قارات بس. ندخل على تقسيمة تانية خالص، التقسيم الجيولوجي اللي بيعتمد على الصفائح التكتونية. الصفائح دي هي اللي بتتحرك تحت الأرض وبتعمل زلازل وبراكين، وبالتالي الهند قارة لوحدها لأنها على صفيحة مستقلة، شبه الجزيرة العربية قارة لوحدها، الفلبين، الكاريبي وغيرهم، وبالتالي العالم يبقى حوالي 12 قارة. وبرغم كل ده ولا تقسيمة جيولوجية بتقول إن أوروبا قارة لوحدها. ليه؟ لأن أوروبا وآسيا قاعدين على نفس الصفيحة الأوراسية، يعني مهما تعددت الطرق النتيجة واحدة، أوروبا وآسيا قارة واحدة إلا في خيال الأوروبيين بس كده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. سلام.